اكبر كذبه في التاريخ هي الكذبه تاع دوله الكيان. راهم يستخدموا في نفس الاستراتيجيه في مناطق اخرى، ماشي في فلسطين فقط، وانما في المناطق وين كان فيه تواجد يهودي، مثلا خيبر، مثلا تواجد في شبه الجزيره العربيه. راهم يجيبوا اثار قديمه ليهم هما التواجد تاعهم، راهم يغرسوا فيها تما ويحفروا على سنوات، يعاودوا يوليوا ويقول لك نطالبوا بحقنا في هذه الارض هذه. متواجد حتى في مناطق في دول شقيقه للجزائر، كاين التواجد تاعهم تما، راهم يديروا في نفس الشيء باش يثبتوا التواجد تاعهم. اعتقد بانه هذا الشيء خطير بزاف. دوله الكيان، دوله الاحتلال، قبل ما يصنعوا الدوله الوهميه تاعهم كانوا يبعثوا سوا سياح سوا علماء كما يسموهم هما علماء الاثار، باش يروحوا يرفدوا اثار هما يخدموها ويروحوا يحفروا ويخبوها في هذيك المناطق. باش يقدروا يثبتوا السرديه تاعهم بعد سنوات. هما شوف هما يخموا للبعيد، من 10 سنوات 20 سنه 30 سنه، يقول له روح احفر، راح تلقى اثار تاعنا حنايا. وهي اكاذيب في اكاذيب. الناس راهي تستثمر ملايين دولارات باش يزوروا تاريخ تاع فلسطين، تاريخ تاع الكنعانيين اللي متواجدين تما، وينسبوه لانفسهم.